ايه اللي حصل لمؤمن زكريا والناس اللي قالت ان اللي هو فيه ده عبارة عن سحر وطلاسم اتعملت له؟ والحقيقة ان الموضوع اللي حصل كله هو عبارة عن مجموعة من الشباب كانوا عايزين يعملوا الاشاعة دي، وعملوا الفيديو اللي من خلاله ينشروه على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يحققوا اعلى نسبة مشاهدة عشان يكسبوا من وراها. البداية كانت ان في شباب كانوا عاملين فيديو وبيصوروا نفسيهم هم بيزرعوا صبار في مقبرة خاصة بعائلة مجدي عبد الغني بقسم شرطة الخليفة بالقاهرة. المهم هم جايبين شوية صور وأوراق للاعب مؤمن زكريا، عاملين عليها شوية طلاسم وعبارات غير مفهومة علشان يوهموا مؤمن زكريا إن اللي هو فيه ده من أعمال السحر والطلاسم. والأشاعة اللي عملوها دي علشان الفيديو يجيب مشاهدات عالية ويقدروا يتشهروا ويربحوا من وراه. في اعترافاتهم قالوا إنهم جابوا عروسة من القماش وكتبوا عليها طلاسم وعبارات وشوية دبابيس عليها مع صور وأوراق خاصة باللاعب مؤمن زكريا، ودفنوها كلها جنب شجرة الصبار اللي زرعوها عشان يعترفوا بالواقعة ويحكوا اللي حصل بالتفصيل. واللي ظهر بعد كده ان اللي عمل الموضوع ده كله هو عامل المدفن المقيم بالدائرة مع ابنه واتنين تانيين وامرأة، وبالفعل تمكنت الشرطة من القبض عليهم ما عدا ابنه اللي هرب وما زال البحث عنه. ده كان موضوع القصة بالكامل. ادعمونا بلايك واشتراك القناة. السلام عليكم.